هذا الحصاد الاقتصادي بداية. وفي صفقة ضخمة نجح مجمع معزوز في الاستحواذ على المركز التجاري باب الزوار بالجزائر، صفقة تستطيع الجزائر من خلالها الاحتفاظ ب 25 مليون دولار كان يتم تحويلها سنويا للخارج، بالإضافة إلى تشجيع رجال المال والأعمال الجزائريين لامتلاك الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر. التفاصيل مع أحمد راشد. في إطار سياسة التوسع وتطوير استثماراته، تمكن مجمع معزوز من ولوج عالم الاستثمار في المساحات التجارية الكبرى. ففي هذا السياق تمكن المجمع من الاستحواذ على صفقة امتلاك المركز التجاري باب الزوار بنسبة 100%. امتلاك مركز الأعمال السني المتواجد بوهران والذي سيكون عمليا خلال 15 شهرا. الصفقة ستسمح للجزائر بالاحتفاظ ب 25 مليون دولار كان يتم تحويلها سنويا للخارج. بخصوص مركز باب الزوار فقد تم الحفاظ على الطاقم السويسري لضمان التسيير العصري للمركز. امتلاك مجمع معزوز لمركزين يأتي في سياق استراتيجية الحكومة لتقليص تحويل الأموال للخارج وحماية الاقتصاد الوطني في هذا الظرف الصعب. هي خطوة أخرى من خطوات النجاح التي يخطوها رجل الأعمال الجزائري أحمد معزوز، فقد سبق وأن اشترى مصنعا جاوس للعصائر من شركة ترافل، وهو ما ساهم في رفع رقم أعمال المصنع بنسبة فاقت 5000% إلى 20 مليار دينار سنويا، بعدما كان لا يتجاوز 400 مليون دينار.